السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ من قناتي بحييكم ولكم مني مليون تحية. يلا نصلي على النبي، كل من الله النبي صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما انتم شايفين كده، كان عندي بتنجانتين كده، فقلت اعمل ايه؟ غدا، يعني نحبش كده للضيوف. فبعدين كان فاضل برضو حبة رز من الفيديو اللي فات، الرز بالخلطة بتاع المحشي. فشيرين صممت ان هي تعمل محشي، فقلت لها ماشي، انا عندي ورق عنب، هنعمل ايه على قد حبة الرز. تمام. فانا كنت عايزه اعمل بقى الغدا دوت. فبعدين قلت لها ماشي، مش هزعلك يا رينا. فهي صممت ان هي تلفهم حتى، يعني فكانت لفتهم. فقلت لها ماشي، عملناهم ايه على الحله الصغيره دي. قمت حاطه ورقتين العنب تحت كده، وقمت مقطعه بصلايه وطماطمايه. وبعدين ايه، ما كسفتهاش، يعني قلت ايه، نعمل حبه المحشي. فعملنا عيشه جنب ام الخير، يعني هي عملت المحشي وانا عملت الغدا اللي انا هعمله. بس ما حبيتش ازعلها، هما كانوا حبيت ايه، رز فايضين من محشي البتنجان والكوسه اللي من الفيديو اللي فات. فبعدين عملتهم بقى، وبعدين حطيتهم في الحله زي ما انتم شايفين كده. وهحط لهم برضو الليمون. وكان عندي الورق العنب ده عندي في الفريزر بصراحه. فقلنا نعمل ايه حبه الرز اللي فاضلين، فلفتهم وانا عملت ايه المسقعه. وهنشوف هنعمل جنبها ايه. طبعا اللي برص الحله دلوقتي، فهي كانت حله صغيره كده. وهرصها، وبرضو ايه عيني مع طاسه البتنجان، يعني هقلب واطلع البتنجان يعني اقلي البتنجان والفلفل. وانا ايه برص الحله زي ما انتم شايفين كده اهو. كده هنقلب البتنجان اهوت، وبرضو هرجع لحله المحشي تاني، او الدقيقه الصغنونه ديت، على هي صغنونه كده زي ما شيرين صغنونه. تسلم ايدك يا رينا. كده قلبت البتنجان بقى. طبعا احنا هنعمل مسقعه كده، كنت خلصت اهوت بقيه الحله المحشي. هطلع بقى البتنجان واقلي فلفلتين برضو، وايه نعمل مسقعه. تمام تمام، مش هنقليه ونتبله كده، احنا هنعمل حبه مسقعه حلوين كده. كده برضو قطعت طماطمايه طرنشات وعصرت ليمونه. وهحط شوربه، دي شوربه الفراخ برضو بتاعت الفيديو اللي فات، يعني كانت عندي. فسقيت منها بقى. لو ما عندكيش شوربه ممكن تعملي ايه بمرق الدجاج، وتحطي ميه دافيه وتظبطي ملحها وفلفلها وخلاص. بس انا كان عندي الشوربه، فظبطت منها ايه حبه المحشي دي، وعملناهم كده حله صغننه زي شيرين ما هي صغيره. تسلم ايدك يا حبيبتي. كده بقى بكمل المسقعه. قالت برضو قرنين فلفل. وبعدين بقى بعد ما خلصت البتنجان والفلفل عملت إيه التومه، حطيت معلقتين زيت كده. المحشي بيغلي معانا بقى، وهنوطي عليه ونسيبه. وحطيت كمون وكزبره برضو مع التومه كده يتحمصوا في الزيت. وبعدين بطشهم بالخل. انا بحب اعمل طشه الثوم بالخل دي زي ما بعملها في الفته، بعملها في المسقعه، بس بتديها طعم وتست تحفه وريحه جميله. يعني بنحط الزيت، نحط التومه صفرت معايا، بحط الكمون والكزبره، وبحط طشه بالخل. وبعدين احط الطماطم واظبط الملح بقى بتاعها. تمام. عايزه تحط شعره شطه ماشي، مش عايزه خلاص، هو الفلفل بيكتفي. اول برضو ما بتسبك كده بتبقى وسطانيه، انا ما بنشفهاش للمسقعه. بنزل بالفلفل والبتنجان زي ما انتم شايفين كده، واسيبه بقى ايه يشكشك وياخد من بعضه كده، وهي هتنشف مع نفسها دلوقتي. يعني ايه هتتقل المسقعه، مش هتنيها مصلصله كده، لا. احنا مسقعتنا هتبقى ناشفه وحلوه دلوقتي، وتسبيكتها ايه تمام. كده المحشي كنت وطيت عليه، بوريهولكوا برضو. هسيبه على الهادي كده، واشوف هعمل جنب المسقعه ايه. هنعمل سجق. ما احنا عاملين عيشه جنب ام الخير النهارده، انا وشيرين عاملين حاجات مش ماشيه مع بعضها، بس احنا مشيناها مع بعضها. كان عندي سجق بقى في التلاجة من العيد، عملته. قمت مقطعاه زي ما انتم شايفين كده. اول ما انزل الدهون بتاعته، قمت نازله ببصلايه حلوه كده وقرن فلفل. وهنحط له بس برده فص ثوم، وقطع له طماطمايه زي ما انتم شايفين. طبعا ما بقلبش قوي كتير في السجق. انا سبته يسيب يعني ياخد صدمه كده لوحده في الطاسه، ما بحطلوش اي ماده دهنيه، هي الدهون بتاعته كافيه. حطيت اهو الثوم، حطيت طماطميه كنت بشراها او تقطعها صغيره كده. وبعدين ايه بتظبط في الملح والفلفل بتاعه، ده حسب الجزار برضو لطعم السجق. لان في جزارين بيزودوه او بيحطوا له ملح وفلفل، يعني بيبقى حامي، وفي ما بيحطولوش. طبعا انا دقته لقيته ايه محتاج ملح، حطيت له شعره ملح. بوريكم ان المسقعه اتسبكت ازاي وتقلت. والمحشي برضو معانا اهوت بيستوي. وهنا كنت بقى قطعت بطاطستين برضو هحمرهم جنب الاكل، عشان نعمل اكلتنا بقى مسقعه وبطاطس وسجق. وما تنسوش بقى تعملوا لنا اللايك كده، وتخشوا تقولوا تسلم ايدك يا رينا. وده كان اكلنا. شوفوا رغم ان احنا لمين يعني الحاجات جنب بعضها، عاملين عيشه جنب ام الخير انا وشيرين. كده كنت خلصت البطاطس بقى، حطيت عليها برضو توابل فاين فودز، دي طعمها تحفه قوي، جربوها. بتبقى عامله زي توابل الشيبسي كده، وحاميه وحلوه، ما بتحتاجيش من ملح، هي فيها ملحها. ريحتها وطعمها جميل برضو، يعني بتدي طعم للبطاطس تحفه بصراحه.
وحطيت الفاكهه وحطيت الشوربه برضو. ده المحشي كان استوى وشوف صغنن كده زي الشريم بالظبط. كبيته بقى بالارضيه بتاعته زي ما انتم شايفين كده. قلت البصل يعني والطماطم يديله شكل وديكور كده بدل ما هحط له. وكنت عامله طماطميه ورده كده حطيتها للسجق، والسجق خلصته هحطها برضو والمسقعه بصي ناشفه ولا سايصه ولا حاجه ازاي. طبعا كنت حاطه البتنجان والفلفل كانت متسبكتش قوي كده. كله شرب من بعضه. واقول لكم بقى ما تنسوش اللايك وتشجعونا كده وتخشوا وتشتركوا. واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.